سبب من ضمن الاسباب الدمار اللي حصل فيما بعد الثوره هي القنوات دي. ليه؟ لان كل واحد قنوات فيهم القطاع الخاص كلها، ما بقولش قناه تحديد، كلها. ليه؟ لان كل قناه كانت بتشتغل بتعليمات من رئيس مجلس الاداره بتاعها، اللي هو هدفه اللي سيادتك قلت عليه في بدايه اللقاء، ان هو يحقق اعلى نسبه مشاهده واعلى دخل من الاعلانات للقنوات بتاعته. بالاضافه لان هو عنده سياسه خاصه بيه هو كرجل اعمال وكمستثمر، عنده مصانع، عنده امكانيات، عنده اراضي، عنده حاجات بتاعته، عايز يزود الاستثمارات بتاعته، عايز يزود الحاجات يعني بتاعته. اشخاص زي مين مثلا؟ كتير. كل اللي كان موجود في الفتره دي كلها ما ينفعش نحدد اسماء. كله، ما انا ما بستثنيش حد، بدليل انك انت النهارده كلهم فقدوا مصداقيتهم. وعايز تتاكد من صحه كلامي، هات اللقاءات بتاعتهم اثناء الثوره وما قبل الثوره، هتلاقي الكل كان مع مبارك. ما قبل ثورة يناير كله كان مع مبارك، وفي بعض الإعلاميين كنت تتفرج كده على صور وهو بيوطي على إيد صفوت بيه الشريف وبيبوسها، تمام، أو بيوطي على إيد جمال وعلاء مبارك ولاد الرئيس.